وهنعيد الحلقه، وكويس انك فكرتني لان في خبر النهارده بخصوص اعتماد خورشيد اللي قالت اقوالها قدام النيابه. كويس انك فكرتني. نيابه قصر النيل استمعت النهارده لاقوال اعتماد خورشيد ارمله صلاح نصر مدير جهاز المخابرات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في البلاغ المقدم من علي سعيد الصحفي مجله الاذاعه والتلفزيون ضد صفوة الشريف لاتهامه بتحريض بلطجيه للتعدي عليه وتهديده بالقتل عقب نشر حوار مع اعتماد تحت عنوان اعتماد خورشيد شاهده على انحرافات صفوة الشريف. اعتماد قالت للنيابه انها استنجدت بشرطه النجده عقب التعدي عليها بالضرب على الصحفي، وانها كانت تخشى على نفسها من بعض البلطجيه، فتوجهت قوه من النجده الى مسكنها بالزمالك لتامين وصولها الى مدينه الانتاج الاعلامي لاجراء مقابله مع برنامج محطه مصر تكشف فيه عن فضائح صفوة الشريف. ما حبيناش نعمل بروباجندا ونعمل ان احنا ثوار. كانت جايه في حراسه الشرطه وراجعه في عربيه مصفحه للبيت، والشرطه قامت بواجبها كاملا، وقامت فعلا قوم الشرطه بنقلها في سيارات مصفحه لانها تخشى على نفسها من رجال الشريف. بتنضم ليا على التليفون السيده اعتماد خورشيد. ازاي حضرتك؟ أيوة. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك. ايه اخبار تحقيقات النيابه النهارده يا مدام اعتماد؟ والله ابدا، انا لما اتصلت بيهم ورحت لهم بعتوا لي قالوا لي تعالي، رحت لهم قالوا لي احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل. قلت لهم انا بقى جالي تهديد، قالوا لي اوعي تطلعي تخرجي بره احسن هنقتلك. أيوة. ما تتكلميش على صفوة الشريف. فقال لي وقابلوني مقابله كويسه والله كتر خيرهم، ناس محترمين قوي. الحمد لله رب العالمين. يعني قلت كل اقوالك في النيابه كلها؟ كل اقوالي في النيابه، وسالوني كمان على سعاد حسني. وقلت له والله انا اختها جت ترجتني ان انا اتكلم اقول الحقيقه، لان سعاد حسني قبل ما تموت بيوم كانت جايه مصر وكلمتني بالتليفون وقالت لي انا خايفه وفي شهود ان هم قتلوها. مش قالت لي انا من زمان ما كنتش اقدر اتكلم، لان لو كنت هتكلم كانوا هيموتوني فعلا. ما فيش حد قدر يتكلم ابدا ايام صفوة الشريف ما كان موجود. أيوة. كلهم قالوا ان هو انتحرت، حتى الصحفيين اللي راحوا صوروا هناك قالوا انها انتحرت. يعني شوف قد ايه الرعب اللي احنا كنا عايشين فيه. الواحد ما كانش يقدر يتكلم كلمه صح ولا الحقيقه ابدا. طب بما انك بتتكلمي على الحقيقه وانا عارف انك لا تخشي في الله لومة لائم، ها؟ سألوكي عن شريهان. انا فاتحه قلبي وبقول على كل حاجه. سألوكي عن شريهان؟ سألوني عنها، بس انا دلوقتي هي بتقول ان انا مش قريبتها، بتتبرأ مني. خلاص انا مش عايز اعرف. هي اولا مش قريبتي ولا قريبتي ولا تعرفني. هي بنت اخت عمر خورشيد من ام ثانيه. وعمر خورشيد اخو ولادي من الاب، بس هو عمر هو اللي اسمه خورشيد بس، لكن هي من واحد تاني، من اب تاني. عشان انا اتكلمت عندكم في المحطه وقلت شريهان قريبتي، اتحط على الفيسبوك. لا انا ما اعرفهاش الست دي، ان شاء الله مع انها عرفتني ولا انا عايز اعرفها ولا عمري اعرفها. بس سالوك عن الحكايه اللي حصلت مع علاء مبارك، قلت الحكايه ولا ايه؟ لا ما سالنيش عليها دي. طيب خلاص، حابه تضيفي اي حاجه ثانيه يا ست اعتماد؟ لا شكرا، كتر الف خيركم. حاسه بالامان والاطمئنان وطمنوك ان ما حدش هيقدر يتعرض لك ان شاء الله؟ والله وكيل النيابه كان راجل محترم جدا، قال لي ما تخافيش ما حدش هيقدر يتعرض لك تاني لان صفوة الشريف في السجن ومش هيطلع. السيده اعتماد خورشيد بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت مداخلتها بعد ادلاء باقوالها في النيابه كامله النهارده عن كل ما يمت بصله لموافي مصر السابق صفوة الشريف.